كل اللي فات من مواقف عشناها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة ومحبة وصدق وعلاقة مع الخلق، سواء كانت مع المعارضين ليه أو المؤيدين ليه، أصحابه أو زوجاته أو حتى الأطفال، كل المواقف دي كانت رحمة بلا سبب، رحمة من غير أي منفعة ممكن تعود على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرحمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الجماد بنفس الرحمة، وده الإثبات والدليل القاطع إنه حتى إن كان في حاجة هتعود عليه من البني آدم، عمرها ما هتعود عليه من الحجر أو الشجر أو الجماد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من جنب الجذع اللي كان بيخطب جنبه في المدينة المنورة إلى منبر جديد، ويبكي الجذع أنين وحنين وشوقا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الصحابة بيسمعوا بكائه. فمن فيض رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويحتضن الجذع ويفضل يطبطب عليه لحد ما يهدى الجذع خالص ويسكت. يواسيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يزعلش أكتر من كده، وعشان ما يتضايقش أكتر من كده الجذع وهو بيكبر بخاطر الجذع الجماد. يقول له أنا هديلك هدية، تحب إنك تكون جذع في الدنيا جميل تفضل مخلد، ولا تختار انك تكون معايا في الجنه؟ فيختار الجذع انه يكون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. سيدنا النبي هو بيتكلم عن الحيوانات اللي مش ممكن برضه هتعود علينا باي شكر لو عملناها كويس، فيقول صلى الله عليه وسلم: اذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته. حتى وانت بتذبح لازم تكون الشفره او السكينه اللي انت بتذبح بيها مسنونه عشان ما تاذيش الحيوان او ما توجعوش وهو بيتذبح. رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم حتى مع الجماد. صلى الله عليه.